بسم الله الرحمن الرحيم. المغاربة الأحرار، أكيد حنا الأعصاب نتاعنا خصوصا هذا النهار كيفكرنا بديك الذكرى السيئة اللي دابا دازت عليها أسبوع. ديك الذكرى اللي تعرضنا فيها لواحد المؤامرة كبيرة في الدقيقة 90. كنا على بعد قل من خطوة باش غادي نتوجوا بالكاس ضربة جزاء وعرحنا أبطال وخدموا عليها وتعبوا عليها، ما جاتش بالساهل. يجي واحد يقول لي السنغال لعبوا ولا ما لعبوش، هذيك مباراة تربح، ولكن بالشرف لعبنا بالشرف، ما خشيناش، ما درنا حتى شي حاجة، وكانت ديك ضربة الجزاء وها أبطال. تنازلنا عليها لأسباب ما، تبان واحد الجزء منها نتاع الطلبه اللي محجوزين وكاين اسباب اللي كفيل التاريخ باش يبينها، وانا دائما غادي نبقى عند نفس رايي، لان انا مباشره او ينظن قبل ما انتهت كاع المباراه درت فيديو وقلت قلت ضربه جزاء تهدى او تنزع، تهدى السنغال او نزعت لاسباب ما، كما قلت لكم بان واحد الجزء منها وجزء غادي يبينوا التاريخ. مانيش عارفه واش التاريخ القريب او البعيد، ولكن غادي ترفع الأسطرة أو الستائر وغادي يبان السبب كيفاش هدا لهم أو انتزعوا منه ديك الضربة، لأنهم لقاو اليد اللي كتوجع. وحنا دابا حنا هذيك كانت هزيمة وباقي دابا أو مؤامرة، كانت مؤامرة تهزمنا فيها وباقية مؤامرة أخرى باش ما ناخدوش حقنا. هذيك المؤامرة اللي تهزمنا فيها كان من ضمن أسبابها ومن ضمن اللي تكالبوا علينا واتحدوا علينا مجموعة الفشلة الكراغلة. هذه كانت باينة من أول وحدين كانوا يحفروا، وزادوا معهم المصريين، لأن بقاو كيقولوا بأن الكولاسة تشرات، يعني دار واحد الضغط نفسي بغى المغرب يهرب منه. دابا طلعت الصحافة الجزائرية وكتقول بأن داك البلان كان متفق عليه، بأنه كان غادي يديرو، كان كيقلب على أي سبب باش يدير داك الانسحاب. وأيضا رئيس الاتحاد السنغالي طلع وبأنهم هما الأبطال، وقفوا في طريق المنتخب المغربي اللي ما قد حتى واحد يوقف في طريقه، اللي كان يوقف في طريقه كان يطيروا. جاو هما ووقفوا في الطريق نتاعنا وقدوا يحقوا العدالة الإلهية، بأنهم ينسحبوا، بأنهم هما أبطال، وأن احنا كنشريو الحكام كنشريو كل. ونفس الخطة اللي راهم يستعملوها دابا، مين شافوا بأنهم سارقين واحد الكاس ماشي نتاعهم، دابا كيدافعوا على اللصوصيه ديالهم، مشاو لاسباب تانية. وكما نفس الشيء انا كنشوف نفس بحال اللي كيتعاود الفيلم، كما كنشوف مصر واتهامه للناموس والفشل نتاعو، كنشوف هذا كيبرر على السرقه نتاعو. قال لك جاهم تسمم، طلع واحد اللاعب قال لكم بان كان عنده الطباخ الخاص به، الخاص بهم اللي كيطيب لهم. يعني المغرب ما عنده حتى شي دخل لا من قريب ولا من بعيد، عندهم طباخهم اللي كيدير لهم الوجبات نتاعهم، الا كان تسمم ولا كان شي حاجه المسؤول هو الطباخ ديالهم. وغادي يطلع لاعب تاني اللي غادي يقول لك لا هادشي ماشي هو وما كانش هادشي، وكانت زعما الماكله في المستوى. يعني اش غادي نقول، المغرب حماه الله، النجاح نتاعو سبب لبزاف نتاع الناس مشاكل، بزاف تاع الناس الفاسدة، الناس تولفت تعيش في الفساد وكتاخد الكؤوس أو كتربح عن طريق الفساد. فهما أي واحد خص يكون ناجح خص يكون فاسد في النظر ديالهم. فالسنغاليين باش يدافعوا على نفسهم مرة يقولوا تسمم، حتى يطلع لنا اليوم رئيس الاتحاد السنغالي وكيقول لك المغاربة مسيطرين على الكاف، هما اللي كيقروا كل شيء، وما كاين حتى شي بلد قد يواجههم غير حنا. شواكر دابا هذا هما اللي ولاو شواكر الافريق. وحنا هاد الهضره كنسمعوها من شي ناس اخرين، ان الكاف مختطف، ان الفيفا مختطفه، ان أو لغه جديده. هذه لغه تعودناها ودابا كنسمعوها مجار رقم 2 على اساس حنا خاطفين كاع العالم. دينا كاس افريقيا اللي تنظم في الكوت ديفوار، ما ياك حنا سارقين وخص كلشي هذا الشيء. فزنا بكاس العالم، مسيطرين على الاتحاد الاسيوي، مسيطرين على الفيفا.
حنا مسيطرين من وصلنا رابع العالم، يعني حنا مسيطرين على العالم كامل. وحتى دابا هاد الكاس كان خص نديوه باش مادام حنا مسيطرين وشاريين كلش. تاك غاليت في ابهى الحلال ديالها، من يطلع شي مهووس ويتبنى شي دين ويوليو عنده بزاف تاع الحمقى التباع ديالو، او يطلع لهم بانه اله او انه، وانا شطات تاكرغوليت ولاو عندها التابعين ديالها. هاد الفكره تبان لي توسعت، ولاو عندها بزاف التابعين ديالها. دابا السنغال كيحاولوا يديروا اي حاجه يضغطوا بها باش يحتفظوا بالكاس. راهم دايرين حرب. وكنت قريت انا واحد التصريح مانيش عارفه بالضبط من واحد الجريده كنت قريتها هاد واحد يومين. راه حنا الكاس راه عندنا، وحنا فرحنا الشعب نتاعنا، ورحنا مستمتعين بالفوز نتاعنا. نتوما تسرقوا ومن حق الشعب نتاعكم يفرح، واخا بالسرقه. ودابا جايين ندافعوا بالكذب، وحنا الشعب نتاعنا ما محقوش يفرح يموت. يعني داكشي انا كنقول بان المغرب خص يدافع بكل ما عنده من قوه، لان معه الحق. لان حتى حنا الشعب المغربي من حقنا نفرحوا بالرجوع نتاع الحق نتاعنا. ما كنقولوش غادي يتعاود الماتش ولا داك التخربيق، ولا غادي يتعاود ولا يتعطى الكاس، ولا فقط يرجع لنا الحق نتاعنا وتبرد هاد الحرقه اللي فينا. عرفتوا اكثر حاجه كتخوفني في هاد الشيء كامل؟ لانهما رامين علينا الباطل. خايفه انا حتى من الكرم تاع الضيافه اللي داروا لهم، ومكرم ان ما يطيحوش بانهم ظالمين وشراو يتنازلوا تاع الحق تاعنا كما تنازلوا على الكاس تاعنا لاسباب لا نعلمها ولا زلنا نجهل الكثير منها. دائما هما كيرموا علينا بان حنا شارين، وبان نجيبوا الكاس بانه حنا عندنا بزطام وحنا غير كنشتو في الفلوس وحنا ما عرفتش. انا ما بغيتش حنا حتى الافارقه نباطحوا لهم. يعني راه بزاف هادشي، بزاف كيهضروا هما بواحد الثقه وبواحد هذه. كنشوف الناس تاعهم اللي كتعلق حقنا وانتوما هادي، يعني راه فرق ما بيننا حنا المغاربه. راه وصلنا حنا واحد المغاربه لواحد الاداب راه داز القياس. راه حنا وصلنا لواحد الاداب داز القياس مع اي واحد. اللي كبر منا عنده احترام، وحتى اللي قل منا شايفين له بعين الشفقه، حتى غادي نوليو حنا منباطحين. حنا حقنا، حنا عندنا الحق، والحق خص يرجع. انا هذه اللي كنعرف. والكاس خص يتحيد لانه ماشي من حقهم. الملف انسحب من الكاف ومشى للفيفا، او مشى لوحده النزاهه التابعه للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، لان اكثر نزاهه. وغادي يتولى التحقيق بشكل مباشر ومستقل. يعني الثقه بحال اللي بدات كتهرب من الكاف. انا كنقرا حنا وشنو كيكتبوا الناس تاعنا، وكنقرا وشنو كيكتبوا الناس من الجهه نتاعهم. الناس من الجهه نتاعهم انا ملي كنقرا مطمئنين. كيقول لك حنا غير ممكن الكاف باش غادي تسمح باقوى فريق افريقي كيمثلها. غادي تسوى الامور اللي غادي تسوى على العلن يتسوى، واللي غادي تسوى تحت الطاولات غادي يتسوى، يعني غادي تسوى تحت الطاولات. وحنا غادي ندافعوا على قميصنا وعلى الكاس بكل ما اوتينا من قوه. هذا الشيء قريته، يعني كيعاودوه يكرروا، سواء الناس اللي كتعلق سواء في الناس اللي كيكتبوا. يعني خص حنا بنفس الشيء بالمحاذاه حتى حنا خصنا ندافعوا على الشرف تاعنا، على واحد الحاجات حيدت من عندنا. ماشي مهم نسترجعوا الكاس، نسترجعوا احقيتنا به، اننا حنا الاحقيه نتاعنا فيه. يعني ما يستمتعش به حد ثاني، ما ديناش حنا ما يديش شي حد اخر. فاحنا خسرنا المعركه الاولى على بلادنا وعلى ارضنا، وقعنا فخ الاستبداد والاستغلال، وفقدنا الكاس اللي قلت لكم في الاول. كنا على خطوه منه ضربه جزاء، وها حنا دينا الكاس. حنا تنازلنا بطواعيه، فما نتمناش حتى الحق نتاعنا نتنازلوا عليه. ما نتمناش الخضوع لهذه الدرجه. حقنا نتنازلوا عليه حتى هو، ونوقعوا فخ استبداد تاني. هاد تسموا اللاعبين راهو بدليلكم، اللي تسمم يجيب الدليل نتاعو.
يمشي يدير فحص عند الأطباء ونشوفوا باش تسموا وتصرا لهم فحوصات ونشوفوا. دابا غير هما التهم كطرمع علينا وعلى الكاف، تشهير بسمعة المغرب، تشهير بالكاف بأنها مشترات وبأنها يعني كلشي هادشي خصو عقوبة وخصهم يتحاسبوا عليه، ماشي غير اجي يوزع الاتهامات والادعاءات. فنتمنوا ننجحوا في هذه المعركة الثانية وما نوقعوش في نفس الفخ مرتين، ولا يلدغ مؤمن من الجحر مرتين. في أمان الله، وتيكون شي خبر جديد اللي نتمنوا يكون هذه المرة يفرحنا.